السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الرحمن آية 76 ناخد لقطة صغيرة كده من وصف الجنة في القرآن الكريم. ربنا وصف لنا الجنة في مواضع متعددة في سور متعددة في القرآن الكريم. أكبر سورة وصفت فيها الجنة باستطراد كبير أو بتوضيح أكبر شوية سورة الرحمن. فأنا خدت الآية دي فحبيت أوضحها أو أشارككم معاي في الفهم بتاعها اللي هي الآية 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هنا في معنى ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا شيء، عايز يقول لنا إن هنا فيه مقام معين في الجنة بتحدث به بعض الأحداث هتحصل لك وانت قاعد في المجلس ده. طب مش فاهمين. أنا عن نفسي أنا بخاطبكم بفهمي أنا. أنت إن كنت فاهم مش يعني خلاص تمام. أنا بكلمك أنا ما فهمتش بصراحة غير لما رحت لعلم الكلمة القديم وبدأت أفهم معنى الكلمات داخل الآية دي. فوجئت بمعنى جميل فحبيت أشارك المعنى ده معاكم. متكئين على رفرف. لو فهمنا معنى رفرف ومعنى خضر ومعنى عبقري حسان هنفهم الآية بصورة واضحة جدا. أولا ما معنى متكئين؟ الاتكاء دي جلسة كلنا عارفينها، جلسة مريحة. والاتكاء هنا ربنا ما جابلكش انت متكئ على ايه، يعني جابها لك في ايات اخرى. مرة قال لك متكئين على الارائك ومرة متكئين على سرور. فهنا انت الاتكاء هنا يا معنى يا السرور يا الارائك. تمام؟ ادي شكل الجلسة او وضعها. طيب امال ايه الرفرف؟ الرفرف دي هتنسب طبعا يا اما للارائك او السرور. ما هم متكئين لو قلنا على سرور رفرف أو على أرائك رفرف خضر. طب ما معنى رفرف في علم الكلمة؟ الرفرف حتى احنا بنقولها الرفرف هو تنسب للجناح. رفرف حتى الشيء اللي طالع اللي بره بنقول عليه رفرف احنا هنا، اللي هو الشيء المجنح يعني اللي له جناح طالع لبره. الرفرف في علم الكلام هي حركة ترددية معينة اسمها رفرف كده. رفرف يقول لك رفرف بجناحيه، يعني أدى حركة تكرارية بجناحيه. رفرف. تخيلت انت ربنا عايز يقول لنا ايه؟ انت قاعد على أرائك أو سرور بها حركة اهتزازية معينة، يعني سرير متحرك أو كرسي، سرير هزاز أو كرسي هزاز بحركة مريحة جدا. أكد لك رب العباد بعديها قال لك خد لي بالك ما الحركة دي ممكن تكون متعبة بالنسبة لك. قال لك لا، الحركة دي خضر. طبعا انت هتفهم انه خضر من اللون الأخضر. خدت انت خضر زي ثياب خضر؟ هوضحها لك. خضر لا يقصد بها اللون هنا. حتى برضه خضر في حالة السنابل لا يقصد بها اللون. في حالة الثياب لا يقصد بها اللون. أوضحها لك بكل بساطة من خلال القرآن الكريم. خضر في علم الكلمة القديم معناه الوثير المريح، يعني كومفورت. كومفورت مش بالانجلش كده، كومفورت يعني مريح. مريح وثير، بيخليك تحس بالراحة، تحس بالراحة العالية. الخضر دي معناها راحة عالية أو رفاهية عالية. لو رحنا الخضر في حالة في سورة يوسف آية 43 في حالة البقرات وفي حالة السنبلات، ربنا قال لك ايه؟ 7 بقرات سمان. ايه اللي يقابل ال7 بقرات سمان؟ قال لك 7 سنبلات خضر. وايه؟ والبقرات 7 عجاف ما يقابلها 7 سنبلات واخرى يابسات. يعني العجاف يقابلها اليابسات والسمان يقابلها الخضر. فالخضر معناه الغنى،
معناه الرفاهية، معناه الغنى أو الرفاهية، ليس اللون. والخضرة لا تعني اللون، احنا خدناه واسقطناه كده. هل تعلم ان الاخضر في اللون في اللفظ القديم لا معناه مش لفظه اخضر. فالخضر في اللفظ القديم معناه الغني الوثير الذي به غنى. وده فعلا الخضرة اللي احنا بنشوفها اللي بنقول عليها خضرة، بها غنى وبها راحة للعين. إن جلست عليها تشعر بالراحة، إن جلست في مكانها في المكان اللي فيه خضرة تحس بالراحة. فالخضر هنا معناها الراحة. حتى عاليهم ثياب سندس خضر. هنا السندس لا، ربنا لا يفرض عليك لون في الجنة، تأكد، لا يفرض عليك لون في الجنة. ربنا قال إيه؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني اللي تختاره عينك. فربنا ما يفرضش عليك لون، زي ما جبت لك في فيديو كافورة وزنجبيلة قلت لك أن الخالق لا يفرض عليك شراب معين في الجنة، لا، اللي تختاره أنت. هنا أيضا الخضر السندس، طبعا عايزين نعرف معنى سندس واستبرق، دي هنجيبها في مرة تاني. لكن هنا معنى خضر أي أنها مريحة، مريحة لجسمك، ده في الثياب. وفي حالة الأرائك أو السر اللي هي الرفرف اللي بتتحرك بصورة رفرف، قال لك سبحانه وتعالى قال لك خضر، هي الحركة مريحة. هنا الخالق هنا يتحدث عن رفرف خضر، أن حركة ذلك الرفرف مريحة، تشعر فيها بالراحة التامة. كده خلصنا رفرف خضر. طب ما معنى عبقري حسان؟ ايه العبقري الحسان ده؟ ما هو العبقري؟ العبقري دي ربنا بيكلمك عن رفقائك في الجلسة. هنا الحديث عن رفقاء الجلسة، دي توازي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. تمام؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هنا الصحبة مريحة، زي ما القعدة أو الجلسة مريحة. لازم تكون الصحبة اللي معاك تابعة لهواك انت، بالأفكار اللي انت عايزها، لازم تكون منسجمة معاك. والله ده معنى العبقري. فمن هم العبقري؟ هم زوار يأتون إليك، لكن شرط الزوار دون إنهم يكونوا حسان. ما معنى حسان؟ ما تستحسنه أنت. بص اقرأ إن شئت برضو في سورة الرحمن آية 70 فيها خيرات حسان. يعني ايه خيرات حسان؟ خيرات أنت بتختارها، خيرات أنت بتستحسنها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، دي خيرات حسان. فالعبقري دول الأفراد اللي هيجوك أو الزوار، معناها كده الزوار اللي هيجوك هم حسان، انت بتستحسنهم، بينسجموا معاك. زي ما هنقول عندنا كده لازم يكونوا متوافقين معاك في الرأي، ما بيختلفوش معاك. غير طبعا لما تكون في جلسة تقعد فيها تقول للواحد شرق يقول لك غرب، عكسك تقول له بحري يقول لك جبلي. دي اتجاهات في مصر عندنا، لكن البحري يعني الشمال، جبلي يعني الجنوب. فتقول له شرق يقول لك غرب، تقول له شمال يقول لك جنوب. بالله عليكم دي قاعدة تنفع؟ دي ما تنفعش، ده قاعدة تخنق. ايوه، قاعدة تجيب الامراض النفسية لما تلقى شخص مخالف ليك في القاعدة باستمرار ومتربص ليك. تقول له شرق يقول لك غرب، تقول له بحري يقول لك جبلي، مخالف معاك دائما. دي القاعدة اللي تخنق. اما في الجنة قاعدة مريحة، جلسة مريحة فيها رفرف خضر، مريحة، كرسي مساج كده، كرسي حنين، كرسي تشعر فيه بالحنية، أو أريكة أو سر تشعر فيها بالحنية وبالراحة. مش كده وبس، الناس اللي هتجيك أو الأفراد اللي هيجوك طبعا أهل الجنة يجب أن تختارهم أنت. مجرد ما تفكر كده في فكرك يكونوا على هواك معاك وينسجموا معاك انسجام كامل. دول العبقري الحسان، ما تستحسنه أنت. ده فهمي والله من خلال علم الكلمة القديم، الكلمات المنسية في الخط المصري القديم.
اللي سجلت بعناية فائقة وأفادتنا إفادة كبيرة. أنا عن نفسي بستفيد منها والله الحمد لله، فحبيت أشاركك المعنى ده. وطبعا ده مجرد خاطرة أو تدبر في كلمات الخالق عز وجل وفي آياته، وده مش عيب. ده إن شاء الله بنحاول نكون من السفرة الكرام البررة. دي هجيبها لك، دي صحبة جميلة أيضا زي صحبة العبقري الحسان، يعني تناظر العبقري الحسان، يعني توازيها في المعنى، اللي هم السفرة الكرام البررة. هشرحها لك في مرة إن شاء الله تاني، بجهز الفيديو ليها. لكن ده كل اللي عندي عن اللقطة دي في الجنة، عن الجلسة دي أو القعدة دي. مرة ربنا سبحانه وتعالى يجيبها لك متكئين على سرر ومتكئين على الأرائك. دي جلسة، جه هنا ربنا سبحانه وتعالى وضح لك الجلسة ومين اللي هيقعد معاك وصفتهم، انت هتختارهم. وضحت كده شوية؟ كده فهمنا لقطة صغيرة من قعدة من قعدات الجنة أو جلسة من جلسات الجنة. صحبة جميلة وقعدة جميلة. وتخيل الأجمل من ده كله ده، أنت في عدن جنات عدن، جنات عدن جنات الجوار، أنت في جوار الخالق. شوف إزاي؟ ده مش كده وبس، في جوار الخالق لازم ترتاح جسمانيا وترتاح نفسيا. أنت في موضع مريح، أنت في الجنة، أنت في جوار الذي لديه خزائن السماوات والأرض. لازم يريحك، يخليك ترتاح راحة كاملة، ما تتعبش أبدا. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.